يلا بقى ابدا بقى من اول الترابيزه كده. انتوا دايما انفوا مالكوش دعوه. يا استاذ واحده عاوزه تصور. ماشي واحده ثلاثه تصور. ماشي. هي هتعمل. ركز عليا كده عليا الله يسلمك. تصور معاك ولا مش تصور؟ والله مش هتصور معاك. هل تذكر يا مولاي بطليموس الأول يوم أن حكم المطالب مصر؟ نعم أذكر اليوم الذي توليت فيه حكم مصر وأكون أكبر قوة من الأسكار. مولاي هل يسمح لي بأن أقدم له أهم الوزراء في وزارته ويستعرض أهم أعماله؟ نعم. أين وزير السياسة والجيش؟ نعم يا مولاي، لقد تولى البطولة المنصبة المهمة في البلاد، فنحن ملوك وفراعنة وأحفادا له الأمور، وقمنا بتقسيم البلاد إلى 42 إقليم، وقسمنا الإقليم إلى مركز وقرى، واستخدمنا اللغة اليونانية لغة رسمية للبلاد. قد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الاجتماعية؟ نعم يا مولاي، نحن البطالمة حافظنا على عاداتنا وتقاليدنا، لم نختلط بالشعب المصري، أقمنا العديد من المدن مثل القراطيس، وأقمنا المعابد مثل الكمانيزيوم، وأقمنا المسارح نشر الثقافة الإفريقية. فقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الزراعة؟ نعم يا مولاي، لقد أقمنا العديد من منتجات الزراعة مثل شبكة الزراعة وحفر النماذج والحمى الساقية، ومدخلنا زراعة الصحة والمناظر السورة، وكذلك كملنا تدريب الحيوانات. فقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير التجارة والصناعة؟ نعم يا مولاي، خير من الصناعة مثل صناعة المنشآت والورق والفريق. أما في مجال التجارة فقد فرضنا رسوم الجمركية واستخدمنا العملة في التجارة مثل الذهب والورق. فقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الاجتماعات والتدريب؟ نعم يا مولاي، وقد يشعرون بالعلم وقد تم بناء جماعة الإسكندرية التي توصل فيها العلماء إلى مستويات كثيرة مثل دوران الأرض على الشمس ونشر علمائها في جزء الهندسة وفي تربية التاريخ. فقد أحسنت يا الوزير. أنا المسؤول عنك جميعا عن مكتبة الإسكندرية. نعم يا مولاي، فقد كانت المكتبة لها شهرتها في العالم، فهي أفضل مكتبة عرفها العالم كله، وقد تحتوي على نصف مليون كتابا في مختلف العلوم والمعارف، وقد تعرضت للتدمير عام 48 قبل الميلاد. فقد أحسنت يا الوزير. أين وزير الحياة الدينية؟ نعم يا مولاي، لقد احترمنا ديانة المسلمين فقمنا ببناء معابد بالصناعة الفرش في إدفو، ولقد مسكنا العبادة المصرية بالإغريقية مثل عبادة السيرابيس ومركزها في المعنى. فقد أحسنت يا الوزير. أين وزير العمارة؟ نعم يا مولاي، لقد العديد من المشروعات ومنها المناطق الإسكندرية التي فيها لغة ارتفاعها 120 متر، وهي بشدة سكن فيها البحر، وهي من عجائب الدنيا السبع. فقد أحسنت أيها الوزير. ترى يا مولاي بطليموس الأول إنها مصر الغنية بخيراتها الغنية بأهلها، وسوف تظل مصر دائما أم الحضارة. إنها فعلا مصر مصر مصر.